السلام عليكم، معكم سليم فيديو جديد. اليوم جينا نهضروا على بعض لاعبي المنتخب الوطني الجزائري. نبداو باللاعب الاول، هو لاعب نادي اندرلخت البلجيكي سفيان هني، اللي سجل في هذا الاسبوع هدفه رقم 10 مع فريق نادي اندرلخت في المباراة اللي جمعت فريق كلوب بروج ضد اندرلخت، اللي انتهت المباراة 1-1 بين الفريقين. واللاعب الثاني هو اللاعب ياسين إبراهيمي، لاعب نادي بورتو، اللي سجل هدفه السادس في هذا الموسم مع فريق نادي بورتو في 15 مباراة لعبها أساسي. وآخر الأخبار تقول أن ياسين إبراهيمي قريب من مغادرة نادي بورتو في الميركاتو الصيفي المقبل. واللاعب الآخر هو اللاعب رياض بودبوز، لاعب نادي مونبولي الفرنسي، اللي تلقى خسارة في هذا الأسبوع ضد نادي ليون 3-1. واللاعب رياض بودبوز لعب في هذا الأسبوع تحت أنظار رئيس أولمبيك ليون جون ميشيل ولاس. وآخر الأخبار تقول بأن نادي ليون يريد التعاقد مع اللاعب رياض بودبوز في الميركاتو الصيفي المقبل. واللاعب الآخر هو اللاعب فوزي غلام، لاعب نادي نابولي الإيطالي، اللي قدم في هذا الأسبوع تمريرة حاسمة رقم 8 له في هذا الموسم في مباراة اللي فاز فيها فريق نادي نابولي 5-0 في هذا الأسبوع من عمر الدوري الإيطالي. واللاعب الآخر هو اللاعب نادير بالحاج، لاعب المنتخب الوطني السابق. نادر بالحاج لعب 6 أشهر مع فريقه السابق نادي سودان بعد ما غادر نادي سد القطري. نادر بالحاج قريب من العودة إلى دوري نجوم قطر، لأن نادر بالحاج حيمضي عقد لمدة سنة مع فريق المرخية الصاعد الجديد إلى دوري نجوم قطر للموسم المقبل. كان معكم سليم، ما تنسوش تابوني في لاشين يوتيوب تاعي وتبارطاجيو الفيديو تاعي، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله مرة أخرى. السلام عليكم.